السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، ازيكم كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بقى احنا في الشتاء وهنعمل الحاجات الحلوة اللي بتنفعنا في الصيف. ايه هي يا ام زياد؟ انا جايبة اللبن ده بقى ايه يا حبايبي عشان نعمل الاول المش. هنعمل المش وبعد كده نعمل ايه الجبنة واحدة واحدة مع بعضنا كده. كل سنة وانتم طيبين. فطبعا يا حبايبي انا بوريكم بقى دلوقتي انا جايبة لبن حليب اهو، لبن حليب خالص اهو يا حبايبي بالطريقه دي. حبايبي اللي سالونا قبل كده لبن ازاي بيروب وازاي كده، حبايبي اللي على طول بتقولوا ازاي لبن بيروب يا ام زياد، وازاي تعملي الجبنه، وازاي بتعملي المش. اهو يا حبايبي قدام منكم انا بعمل ايه اللبن اهو. اللبن في الكيس جايباه من عند الراجل اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو قدام منكم وبعمله اهو. طبعا انا ما بحطش فيه اي حاجه خالص. ليه يا حبايبي؟ لازم احطه في حاجه بلاستيك. ليه يا مزيد بلاستيك؟ بلاش المونيا وبلاش ستانلس، لان الالمونيا والستانلس يا حبايبي بياخد السقوعيه، يعني بيسقع بسرعه. لكن احنا عاوزين ندفي اللبن ده. هتعملي ايه يا ام زياد؟ هغطيه بصينيه واروح حاطه عليه فوطه واحطه في المطبخ فقط. بروح مغطياه بفوطه وحط عليه فوطه وحطاه في المطبخ في الدفا. فطبعا يا حبايبي عشان تبقوا عارفين يا ام محمود، انت سالتني كذا مره وانت عارفه، بورولك اهوت عشان تعرفش. وحبايبي اللي سالوني بردك وقالوا لي ازاي يا ام زياد بتعملي مش، هعمل لكم خطوه خطوه وخليكم معايا. انا استنى بس يومين كده واللبن هيروب فيتعمل زبادي. يعني ايه هيروب؟ هيتعمل زبادي. فطبعا يا حبايبي انا هوريكم خطوه خطوه وهجهز له الحاجه وهعمله قدام منكم عشان كل سنه وانتم طيبين. يا هتعملي برطمان صغير هوريكي تعمليه ازاي، وهوريكي تخزني للسنه ازاي. خليكم معايا لاخر الفيديو. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد يومين اتنين من ركنه اللبن اهيت في المطبخ. كنت مغطياه، حط عليه صينيه وحاطه الفوطه وفوطه تحت منه، فاصبح بالنظام ده يا حبايبي. هتعملي ايه يا ام زياد؟ طبعا هنعمل ايه يا حبايبي؟ المش. كل سنه وانتم طيبين. المش الفلاحي. فهتعملي ايه يا ام زياد؟ دلوقتي هو طلع قشطه، هل ينفع ان انا اعمل المش بالقشطه؟ لا، انا استفاد بها تبقى زبده او عيل ياكلوها. دلوقتي هشيلها. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي يا حبايبي، الله اعلم قد ايه. بصوا حبايبي اهي هي فوق الوش اهي اهو. بصوا يا مقعد القشطه اهي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. دول يا حبايبي 3 كيلو لبن اهو. حتى بصوا القشطه فاصله عن اللبن اهي. هو عاوز دفى اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قدام منكم كل حاجه يا حبايبي. دي حته لبن اهو يا حبايبي. قدام منكم كل حاجه عشان يا حبايبي اللي ما بيعرفش يعمله سهل جدا اهو. صاحبتي برضه كانت سالتني تقول اللبن بروب ازاي وبحط علبه زبادي وبحط مش عارفه. انا ما حطيتش اي حاجه خالص يا حبايبي بالطريقه دي اهو. لو قاعد يومين اتنين في المطبخ ومتغطي بيبقى بالطريقه دي بميته بحاله اهوت. انا ما بعملش فيها اي حاجه. وطلع لي القشطه اهي اكتر من ربع كيلو قشطه او تخش على نص كيلو اهو يا حبايبي. ده بقى ممكن تسيحها مع سمنه عاديه اللي هي خليط من ده عليها ده. عاوزه تخليها تعمل بها رز معمر ماشي، عاوزه تخلي عيلك ياكلوها ماشي، انت وراحتك انت، حاجه ترجع لك انت. فانا طبعا دلوقتي ايه كده يا حبايبي. بص اللبن اهو يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. حبيت اوريكم كل حاجه بطريقتها اهو كده يا حبايبي. اعمل ايه يا ام زياد؟ هتعملي ايه يا ام زياد؟ اهو بتعمل جبنه جميل، والله جبنه جميله اهو. لبن اللهم صل على النبي. بصراحه اهو ده يتعمل جبنه جميله. بس انا هعمل مش الاول وبعد كده هعمل لكم جبنه اهو يا حبايبي. تعملي ايه يا ام زياد؟ كده بالطريقه دي. انا عملته كده الاول عشان اخد منه القشطه. خساره القشطه. اعمل بقى رز معمر ولا اي حاجه كده. انا قلبت اهو. بص سهل جدا جدا اهو يا حبايبي كده. جميل قوي ازاي ينفع جبنه. جميل جميل. لبن بصراحه بتاع الراجل ده طلع حلوه
اللهم صل على سيدنا محمد. هتعملي ايه يا ام زياد؟ معلقتين ملح اهمت، ادي واحد، ادي اتنين، كل حاجه لها قانونها. نص معلقه شطه اهي، بسيطه يا حبايبي، بسيطه بسيطه جدا، بسيطه جدا. لو انت عندك قرون شطه وبتحب الحامي ارمي فيه قرون شطه اهو يا حبايبي. بصوا كده اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. كده يا حبايبي انا حطيت الشطه والملح فيه. تعملي ايه يا ام زياد عشان تغمقيه بقى؟ هتجيبي عسل اسمر وتحطي له، عسل اسمر وتحطي له اهو يا حبايبي بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اهو. كده يا حبايبي اهو بالطريقه دي كده. اصبح بقى مش اهو، هيقعد معاكي من السنه للسنه، هيقعد معاكي من السنه للسنه اهي. سهله جدا جدا جدا، اللي عاوز يعمله سهل يا حبايبي جدا فوق ما تتخيلوا، مفيش حاجه صعبه. ممكن تيجي بقى في الصيف هتروحي واخده منه وعامله ايه، طحينه عليه وتاكله اكنه جبنه حادقه. هنا انا يا حبايبي اهوت، اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بتاع السنه اللي فاتت بس خفيف اهو، بصوا ده بتاع السنه اللي فاتت اهو اهو. باخد منه احط على طحينه، لو عندي بطيخه وعندي عنبه وعندي اي حاجه هتحب تاكلي بيه بروح حاطه على طحينه وباكل منه. ده بتاع السنه اللي فاتت كنت عاملاه بنفس النظام ده اهو يا حبايبي، ما يفرقش حاجه عنه. بصوا اهو ده تقيل بقى اللبن ما شاء الله، اللبن طلع حلو وجميل. الراجل اللي انا جايباه منه بصراحه عنده ضمير، فعشان كده اللبن بصوا جامد ازاي اهو. ده كده اصبح مش اهو يا حبايبي. حبايبي اللي هم ما يعرفوش ولا بحط زبادي على اللبن عشان يروب زي ما بيقولوا لي ولا الكلام ده، انا دلوقتي يا حبايبي عملته بالطريقه دي. بس هطلب منكم حاجه لازم تعملوها عشان المش يبقى نضيف بالطريقه دي، المش يبقى نضيف بالطريقه دي، ولا دوده ولا سوسه ولا اي حاجه. ليه يا ام زياد؟ جيبوا الدواء بتاعه من عند العطار، الدواء من عند العطار يا حبايبي وتحطوه في سره ويفضل طول السنه، والله العظيم ولا دوده ولا اي حاجه، وتفرحي بيه وتبقى بتاكلي منه وانت نفسك مفتوح نضيف. لكن في تجيبيه بقى يبقى عليه السوسه والكلام ده وتسيبيه لا. هو بقول لكم عايزه تكسبي مشك جيبي الدواء بتاعه من عند اي عطار اهو يا حبايبي. فطبعا انا عملته اهو كده بالطريقه دي، سهله سهله جدا جدا جدا. والقشطه اللي طالعه ده من 3 كيلو لبن، عشان ما يجيش واحد يقول لي ده انت جايبه عامله انا مطلعه ده قدام منكم كل حاجه اهي، قدام منكم كل حاجه. وزي ما قلت لك حبيت تحطي حاجه عسل عليه او اي حاجه للعيال تعملوا سندوتش ماشي، حبيت تعمل برز معمر ماشي، حبيت تعمل بفطير ماشي. بص ما يخسرش ما يخسرش. انا جايبه كيلو اللبن ب 26، جايبه كيلو اللبن ب 26 اهو يا حبايبي. انا كسبت لبن وكسبت ايه القشطه كده بالطريقه دي. فطبعا انت بقى لو عندك بطرمان زي ده عاوز تعملي على قد الكيلو وتعملي نص على قدك انت وراحتك، يا رب تعملي ربع كيلو، ده بتبقى حاجه ذوقيا. لكن انا عندي بطرمان اللي هو بطرمان العائل الكبير ده انا بعمله عشان خاطر لو عيالي خدوا حبه اديت مثلا حد حبه الكلام ده اهو يا حبايبي. فانا عملته ده المش الجديد، يفرق حاجه عن القديم؟ القديم حتى سايح اهو اهو، لكن بص الجديد اهو يا حبايبي. فانا اعمل ايه؟ لو انت عندك قديم هتعملي ايه يا ام زياد؟ بس انا بحب اوريكم لو انتوا ما عندكوش قديم خالص بقى مش اهو، لو انتوا ما عندكوش قديم خالص انا بوريكم اهو بالطريقه دي. لكن انا عندي قديم اعمل ايه يا ام زياد؟ بجيب القديم على الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. الله اكبر، اللهم صل على النبي اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. كده يا حبايبي كده يا حبايبي يفضل عندكم. انا عندي طحينه كنت وريته لكم بقى شكله ايه اهو دلوقتي يا حبايبي. بصوا منظره بقى ازاي اه، مش هتاكلي منه زي ما انت عاوزه. وزي ما قلت لك اهم شيء تجيب الدواء بتاع المش من عند العطار، قول له انا عاوزه بيبقى ده عامل زي السكر كده، الدواء ده بيبقى عامل زي السكر عند اي عطار، قول له انا عاوزه الدواء بتاع الايه المش. فيا حبايبي لازم تحطوه، ولا يجيب سوسه ولا يجيب اي حاجه ويفضل المش نضيف وقشطه
اهو بالنظام ده الطريق ده. ويا رب يعجبكم عمايل ام زياد. طبعا ام زياد بتعمل ايه؟ حاجات بسيطه عشان البنات الحلوه تتعلم. يا حبايبي ما تجيش واحده تقول لي انا ما بعرفش ام زياد اعمله ازاي ولا الكلام ده. انا بشرح مره واثنين وثلاثه وسهل جدا، وانت قاعده على ترابيزه انت هتعمل ايه؟ وانت قاعده في المطبخ هتعمل ايه؟ اهو يا حبايبي. وبعدين انا ما بحطش حاجه للبن، انا بعمل اللبن بفضيه وبركنه في المطبخ وبغطيه بحاجه يقوم هو يقوم ايه؟ يربط بنفسه. طبعا يا حبايبي ده زي ما قلت لكم كده، انا شرحت لكم حاجه حاجه اهيت من اول ما حطيته لغايه ما عملته. طبعا انا هعبيه في بطرمان، هعبيه في بطرمان لغايه ان شاء الله ما اعمل جبنه بقى هوريها لكم وهخليكم معايا السنه دي. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم معايا وانا معاكم. ويا رب كده اللي نفسه في حاجه ربنا يديها له ويحقق له اللي نفسه فيه. فانا بوريكم بكل بساطه عشان البنات اللي بتكسل تعمل، بدل ما تروح تشتري الكيلو ب 60 70 جنيه ب 80 جنيه. طب ما انا اعمله، اجيب كيلو لبن واعمله في بيتي بدل ما اجيبه ب 80 جنيه ولا حاجه. انا اعمله ب 80. ما اعرفش هو بكام دلوقتي، انا اخر مره كنت عارفه ان هو ب 60. احنا دلوقتي طبعا في شهر واحد، ما اعرفش هو بكام الوقت. فطبعا يا حبايبي ما تنسوش بقى الاشتراك، دوسوا على الجرس، اوعوا تنسوا الجرس. وحبايبي بشكر كل حبايبي اللي بيعملوا لي ايه اللايكات. وربنا يبارك لكم ويديكم اللي نفسكم فيه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين، ويديكم اللي نفسكم فيه يا رب.